لما ما نفعش التعريض بما تم انجازه في الدستور، قال لك ما هو مش عايز يعمل جمعيه عموميه ومش عايز يزود المعاشات وسايب العلاج ومش عايز يحسن احوال المحامين. لما دعينا الجمعيه عموميه وطرحنا مشروعنا وتشاورنا مع كل القوى، مع كل النقابات الفرعيه ومع مجلس النقابه العامه، ان احنا نعمل يعني انقاذ مالي واقتصادي للنقابه، دعم لها، وايضا تحسين لاحوال المحامين في المعاشات وفي العلاج. احنا النهارده المعاش اللي احنا وصلنا له 1600 جنيه حد اقصى، والحد الادنى للمعاش بقى 500 جنيه. في معاش دفعه واحده بيصرف، ده زائد المعاش الشهري في حاله الوفاه او العجز الكلي مؤقتا 100,000 جنيه حد اقصى و25,000 جنيه حد ادنى. عندنا نظام علاج اشتراك المحامي فيه 200 جنيه. حاله الوفاه عموما ولا حاله الوفاه اثناء العمل؟ لا الوفاه عموما، حتى لو كان يعني يمارس المحاماه او لا يمارس المحاماه. لا هو كل في جميع الاحوال لازم يبقى عضو عامل، عضو في النقابه. طبعا. انما توفى الله في سريره زي ما توفى هو في المحكمه. يعني الامر الاثنين سيان. عندنا نظام علاج اشتراكه 200 جنيه وبيدي 20,000 جنيه تغطيه علاجيه للمحامي بمساهمه من النقابه في ال 20,000 بنسبه 90%. والمحامي بيساهم ب 10%. حتى أسرة المحامي دعمناها بنسبة 90% مساهمة. الحراك اللي مطروح ده قبل 30 يونيو. قبل 30 يونيو. يعني بمناسبة 30 يونيو كنا احنا ده عاملينه في النقابة في الشارع، يعني في شارع. وصلنا الى انه احنا امام مأزق حقيقي. انا نقابه المحامين اصلا لا تحصل على دعم من الدوله، يعني ليست لدينا موازنه. يعني الصحفيين مثلا بياخدوا من الدوله، في نقابات كثيره بتاخد من الدوله. احنا مواردنا الحقيقيه هي اشتراكات اتعاب. لا مش الاشتراكات دي اضعف الموارد. اتعاب المحاماه المقضي بها ودمغه المحاماه. من 25 يناير حتى الان حال المحاماه تاثر كثيرا والمحامين تعبوا فعلا. ليه؟ ده القضايا كترت. لا بالعكس، المحاكم اللي اتقفلت من 25 يناير والنيابات اللي اتقفلت واقسام الشرطه اللي اتحرقت منعت العداله. خلاص ما حدش بيروح يعمل حاجه. خدت فتره تعطلت شغلنا، تعطل الناس، حالها احوالها الاقتصاديه تدهورت. ده انعكس مش بس على المحامي، على النقابه، لانه انا موردي كان دمغه المحاماه اللي بيحطها المحامي في القضيه، فما بيحطش بتبقى على حساب الموكل. على حساب الموكل. نعم. اتعاب المحاماه المقضي بيها على خاسر الدعوه. نعم. ما عادش في دعوه اصلا عشان يبقى فيها خاسر. كانت عندنا، عشان اقرب لك المساله رقميا، انا سبت نقابه المحامين في 30 يونيو 2008. في 31/12/2008 كان ودايع نقابه المحامين الاحتياطيه في البنوك 143 مليون جنيه. وكان فائض هذا العام، عام 2008، بين الايرادات والمصروفات 18 مليون جنيه. يعني كنا وصلنا الى حوالي 160 مليون جنيه احتياطي. النهارده وصل الاحتياطي بتاعي الى 43 مليون جنيه. بقى في حوالي 110 او 120 نزل. وعندي عجز دول بسبب ضعف بين الايرادات والمصروفات 50 مليون جنيه. بقى عندي عجز 50 مليون جنيه ممكن يبتلع الاحتياطي اللي فاضل، فنبقى على الصفر. كان لازم نبحث عن حل. انا ما عنديش مواردي اللي المحدوده بتقل، اتعاب المحاماه ودمغه المحاماه، مصاريفي في المعاشات بتزيد. يعني احنا السنه دي مثلا 2013 دافعين معاشات حوالي 90 مليون جنيه. كنا في 2008 بندفع معاشات لذات العدد ده بسعر واحد 58 مليون جنيه. طب ليه الزياده دي؟ لانه في تراكم اعداد الناس اللي بتحل المعاش. طبعا. العلاج في نقابه المحامين كلفني السنه اللي فاتت 120 مليون جنيه. السن بيكبر. الاشتراكات بتاعتي اللي جت من العلاج 20 مليون جنيه، النقابه ساهمت ب 100 مليون جنيه علاج. عشان كده زودتوا عشان كده كان لازم الحل الاكتواري اللي جاي. الخبراء الاكتواريين قالوا عشان تظبط ايقاع النقابه لازم تفصل العلاج عن المعاش. 2، لازم تعمل دخل للنقابه اضافي 210 مليون جنيه علشان النقابه دي تقف عليها والا تنهار. زياده في الاشتراكات دي زودت لكم قد ايه في المجمل؟ شوف، احنا مستهدفين الوصول الى رقم 210 مليون او نتجاوز ال 210 مليون. ومستهدفين ايضا الفصل بين العلاج والمعاش. انا لما قلنا انه انا بعمل ال 200 جنيه كاشتراك للمحامي اجباريا، ده اللي ازعج بعض المحامين.
وتصوروا انه ده مرهق لهم. دي 200 جنيه سنويا ولا سنويا؟ شهريا؟ لا سنويا. يعني انا اعرف ان كل النقابات المصريه بتقدم نصف هذه القيمه او اقل من نصف هذه القيمه في سقف العلاج لاعضائها، بدل 20,000 تبقى 10,000، اقل من 10,000، وبتساهم بنسبه 60% مش ب 90%، وبتدفع اشتراكات تقريبا بنفس هذه القيمه. الانزعاج كان من المحامين الشبان وبالذات المحامين الجزء انه ما عندهمش ال 200 جنيه الان عشان يدفعوها مع الاشتراك. صح. فقلنا في حل. اشتراك العلاج ده انا هقبله مجزأ، هاخد منه 50 جنيه عند سدادك اشتراكك السنوي، وال 150 جنيه هاخدهم منك على 3 شهور. معاك هديك مهله لغايه 30 ابريل. لما تستوفي ال 150 جنيه هتاخد بطاقه العلاج اللي تغطيك بوثيقه علاج 20,000 جنيه. ليه انا مصمم على ده؟ ليه؟ لانه ده قرار جمعيه عموميه عشان الناس ما تهنش في العلاج. بالظبط. انا ما اقدرش اسيب محامي من مرمي غير في ما حتة مش من قادر غير ما يتعالج. مهما كان، حتى لو كان مش مشترك كنا بنعمل كده. طب وبعدين؟ والمساله بقت مرهقه، فلازم يبقى اولا تساند نقابتك في انها ما تقعش ماليا.